فيها فساد واضح. لو بدأ قدامي دلوقتي فساد فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطن، فيما يتعلق بالمصالح الحكومية، جودة السلع، ما إلى ذلك، رقابة الأسواق وما إلى ذلك، ده المفروض الدولة هي تعطيني المثال في إنها بتكافح الفساد عشان أبدأ أنا أتغير. النهارده اللي قاله الدكتور خالد حنفي أحد أشكال مكافحة الفساد. يعني عندما يكتشف الرجل أن هنالك فاقد يقترب من 20%، مش هقول 25%، من 20% في سلعة استراتيجية مهمة جدا زي القمح، ويبدأ أن يعالج هذا. ده إجراء حكومي جيد، أنا أراه جيد لمحاربة الفساد. عندما يقف رئيس الجمهورية بنفسه وفي وسط نخبة من كبار رجال الحكم ويقول أن يعترف بوجود فساد، وأننا نحتاج إلى تكامل كامل ما بين الشعب وما بين الناس للقضاء على الفساد، هذه إجراءات حكومية يعني معتبرة ومحترمة يجب أن يثني عليها الإنسان. عارف يا فندم إن أنا عندي في المصالح الحكومية وفي القوانين الحكومية قوانين كتير وتشريعات كتير، معظمها يفتح الطريق للاستثمار ويفتح الطريق لأن عجلة الإنتاج تمشي، وفي قوانين مثبطة. البعض هنا يعني انا كده دلوقتي بعمل فساد بشكل او باخر. اصل القانون للاسف الشديد جدا، يعني كلنا تابعنا الكلام الاخير تساعد على الفساد. يعني النهارده انت مثلا كل من تابع اللي حصل في محاكمه الرئيس الاسبق حسني مبارك، عندما يجلس قاضي ويقول ان التهمه سقطت بالتقادم، هل الرجل حكم من راسي ام ان هنالك تشريعات وقوانين تقول ذلك؟ لما برضو كلنا عبنا على الرئيس الاسبق محمد مرسي عندما اعطى لنفسه كافه النياشين وكافه الاشياء، طب هل ذلك كان هنالك قانون يمنع؟ نحن نحتاج يعني الى غربله للتشريعات والقوانين اللي تتمشى. عشان كده لما بنيجي نسال، حتى كلنا بنتكلم على مؤشرات الفساد دون ان نسال من انفسنا كيف يتم حساب هذه المؤشرات. يعني كلنا بنقول ان مصر كانت في 114 بقت 95، طب ليه كانت في 114 وبقت في 95؟ ايه اللي عملته؟ يعني في مجموعه معايير، هي تقريبا حوالي 12 معيار بتنتهجها مؤسسات الشفافيه للوصول الى تصنيف هذه الدوله. لما نيجي نشوف، احنا بنتكلم هنا على الفساد، مصر واخده 37 من 100، يعني سوري في اللفظ ساقطين. يعني طب ايه يعني، طب كنا الاول كام؟ كنا 32، يعني صحيح احنا نطينا 20 نقطه، لكن نطينا بس 5 درجات، يعني اصلحنا 5 درجات، وال5 درجات دول جايين من ايه؟ من وجود رئيس منتخب. يعني ال5 درجات يعني حضرتك قصدك ان لو في برلمان باخد 20 نقطه كمان، 20 نقطه كمان، لو عندك انت مؤسسه اعلاميه غير خاضعه للحكم مستقله بتاخد كمان الاعلام مثلا الاعلام. يعني احنا لما هم مرتبينها بيقولوا اول في مقدمتها هو وجود برلمان فاعل ومنتخب يستطيع ان هل عندما تزيد، يعني حضرتك بتؤشر الى فكره عندما تزيد المؤسسات المستقله غير التابعه للحكومه، ده بيؤدي الى زياده تصنيفك او انك بتحصل على درجات اعلى. يعني انا بقول لك، انا بيبدا بوجود برلمان فاعل ومنتخب وله سلطه الرقابه، وبتنتهي بحريه تداول المعلومات وحريه الحصول عليها. فيها بقى انك يبقى عندك سلطه قضائيه قويه، عندك قوانين صارمه، عندك اليات لتنفيذ هذه القوانين، عندك اتساع رقعه محاسبه المسؤولين من قبل المجتمع المدني. يعني يستطيع المجتمع المدني، الصحافه والاعلام وغيره. جزء برضو مهم جدا، احنا بقى في الاعلام بيقول ان يجب ان يكون لديك اعلام فاعل مستقل غير مسيس. فاعل مستقل غير مسيس. يعني ده احنا بنتكلم. بعد كده بيقول ان يبقى عندك مجتمع مدني فاعل ويستطيع ان يمارس دوره في الرقابه بسهوله. يعني دي مجموعه من الاجراءات نستطيع بقى في جزء منها شكلي تقدر مصر انها تحققه، يعني ولا يحتاج للكثير. يعني وجود البرلمان، انا شخصيا مستغرب كثيرا جدا، وانت يعني لو متذكر كنا موجودين في الميدان في من 30 يونيو لحد 3/7، اظن انت متذكر الايام دي. يعني هل يصلح، والله حضرتك فكرني بيها بس انا نسيت. يعني بس يعني هي ايام في حياتنا. هل يصلح ان كل الزخم ده اللي موجود وكل هؤلاء لا يستطيعون خلال عام ان يكونوا برلمان حقيقي يعبر عن اراده الشعب؟ يعني لا بس في عوائق يا فندم. يعني فيما يتعلق بالبرلمان حضرتك عارف ان احنا غيرنا حدود المحافظات، وبالتالي حدود الدوائر بتتغير. يعني في النهايه نحن ليس، يعني في مصر لا يوجد برلمان. عندما تنظر الينا مؤسسه الشفافيه لن توصلنا الى المراتب ال50 الاولى، لاننا لا نملك برلمان. ده يعني احنا ممكن نتوقع انه مع انتهاء الانتخابات البرلمانيه تقفز الى يعني 3 في 24 تقفز مباشره الى 74. عندما يتم تشكيل مجلس اعلى للاعلام او مجلس للاعلام ويتاكد انه فاعل ومستقل تقفز الى ال50. يبقى هنا لما انت تبقى مصنف في ضمن الفساد انك انت حاصل على يعني 51 درجه، وضمن 50 درجه الاولى يا فندم، مش بالجزء الشكلي فقط. لا بالعكس، يعني الجزء الشكلي برلمان ومجلس وطني اعلام، لكن احنا بنتكلم في ان الفساد وخسائره الماليه. لا يعني خلينا واقعيين، اصل الشكل لا يختلف عن المضمون. خلينا نتكلم. انت هنا لما بيكون عندك الشكل جيد وبيكون عندك التقارير مشجع، ايه اللي بيحصل؟ بياتي اليك الاستثمار. هو الفساد ده بيجي من ايه؟ يعني من اين ياتي الفساد؟ الفساد دائما ياتي اما من انخفاض الدخل،
يا اما وجود نسب بطاله كبيره جدا او محاوله البعض تزويد دخولهم او الاسراء على حساب الوظيفه العامه. لما يكون عندك انت استثمار ويكون عندك رخاء وعندك نمو اقتصادي بتقفل جزء كبير جدا من روافد هذا الفساد، ومن هنا الجزء اللي انت بتتكلم عليه شكلي هو في النهايه بيؤدي الى جزء عملي للقضاء على الفساد. لما يكون انت عندك موظف حكومي لا يستطيع ان يحصل على احتياجاته الاساسيه، طب ما هو مؤكد لازم هيرتشي او هيبحث عن عمل تاني. خد بالك انه لما يكون في موظف حكومي وبيعمل عمل اخر يعني من اجل انه يزود دخله، ده برضه نوع من انواع الفساد، لانه في النهايه لن يعطي عمله كما يجب. لما يكون انت عندك استثمارات، احنا بنقول ان الاستثمار ده بيولد فرص لتوليد الدخل، فرص لتوليد الوظائف. لما يكون عندك فرص توليد الدخل وتحقق جزء من الرفاهيه، الموظف العام ده مش هيرتشي ولا هيحاول انه يزيد الاثراء على حساب وظيفته. البطاله هتقل، وجود قله الموضوع مش تشريعات، الموضوع ان انا بالفعل اتابع تطبيق التشريعات. طب انت هنا يعني وجود برلمان بيأهلك، مجلس وطني للاعلام ده بيؤدي الى جذب المزيد من الاستثمار، وطبعا يعني تنقيه التشريعات الموجوده اللي بتساعد على الفساد. هنا بقى وجود البرلمان نفسه بيخليك قادر على تنقيه هذه التشريعات. تمام. يعني احنا النهارده الرئيس قال جزء مهم جدا واتمنى من الحكومه والشعب ان ينفذه عندما قال البرلمان قبل المؤتمر الاقتصادي في مارس. للاسف الشديد هذا وعد اعطاه الرئيس، ان لم نساعده نحن كشعب، وان لم تساعده الحكومه، وان لم تساعده القوى السياسيه. طب قول لي بقى عندما ياتي المستثمرين في المؤتمر الاقتصادي ويتاكدوا ان كلمه رئيس الجمهوريه لم يتم تنفيذها، طيب. انت متخيل ان ثقتهم في الاقتصاد المصري او في الحكومه هتبقى قائمه وموجوده لا طبعا طيب احنا مش هيجينا الاستثمارات اللي احنا عايزينها، والشعب والاحزاب والقوى المدنيه على الاقل تساعد الرئيس او تحصد ما يزرعه لنا الرئيس. تمام. انا بشكرك استاذ عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، شكرا لتشريفك. ومشاهدينا شكرا لكم على حسن المتابعه. الان نذهب الى